السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ تعالوا بقى النهاردة نسيح الزبدة. هنسيح الزبدة البقري وكمان هنسيح الزبدة الجاموسي. هقول لكم على كم معلومة تقدروا تعرفوا منها الزبدة المغشوشة من الزبدة الأصلية. بعلامات بسيطة قوي هتقدري تفرقي بينهم. عايزة اقول لك كمان ان انسب وقت تشتري فيه الزبدة هو شهر 2 وشهر 3. الزبدة بيكون سعرها حلو وكمان جودتها بتكون عالية. وبعد ما سيحنا الزبدة وحولناها لسمن بلدي، تعالوا بقى لما نشوف الترميلة بتاعة السمنة. ترميلة السمنة دليل على نجاحها. بصوا بقى الترميلة اللي في السمنة وكمان ريحتها بجد قلب الدنيا. يلا بقى نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش لايك وشير كتير للفيديو وكمان اشتراك في القناة. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. وأول حاجة معايا 5 كيلو من الزبدة. أنا جايبة 3 كيلو من الزبدة البقري اللي هي صفرة، وجايبة 2 كيلو من الزبدة الجاموسي اللي لونها بيكون أبيض. بتختلف كمان في السعر. الزبدة البقري اللي هي الصفرة بتكون أرخص من الزبدة الجاموسي. طبعا الزبدة الصفرة ما بتكونش أرخص كتير، يعني ممكن تقل 20 جنيه أو 30 جنيه الفرق بين الزبدة الجاموسي والزبدة البقري. تمام. في ناس كتير كمان بتغش في الوزن بتاع الزبدة، يعني ممكن الكيلو يكون ناقص 50 جرام أو 100 جرام. طبعا أنا بجيب الزبدة من عند فلاحين، يعني من مكان موثوق منه، والمكان ده اللي أنا متعودة عليه وبجيب منه كل سنة. فبرضه براجع الزبدة على الميزان. اللهم بارك، الكيلو يعني زايد 40 جرام و50 جرام كمان، يعني مش ناقص. راجعت كده على كل الوزن، لكن ده طلع معايا كيلو الا ربع، دول 750 جرام، ناقصين حوالي ربع كيلو، وده انا كنت باخد منه بقى بقلي منه بيض. بصراحة اكتر حاجة تتأكدي من ريحة وطعم الزبدة الفلاحي في قلية البيض. اقلوا بقى منها كده بيض وجربوها وشوفوا ريحتها وطعمها بتكون عاملة ازاي. تعالوا بقى هنا لما اقول لكم على طريقة تعرفي بيها الزبدة المغشوشة من الزبدة الأصلية. هتاخدي حتة زبدة كده صغيرة وتبدأي تدوبيها كده بدرجة حرارة ايدك. لو لقيتها بتدوب كده وناعمة وما فيهاش اي حبيبات، اعرفي ان دي زبدة طبيعية. بصوا بقى كمان لما بتيجي تتهني بيها كده ايديكي، بتحسي ان ايديكي بتتشربها، وكمان ناعمة ما فيهاش اي حبيبات، ما فيهاش اي حاجة تدل على انها مخلوطة باي حاجة تانية. تمام. المعلومة التانية بقى انك بتجيبي حتة كده من الزبدة وتحطيها في كوباية من المية وتبدأي تقلبيها بمعلقة، وهتسيبيها لمدة دقيقتين. لو لقيتي الزبدة طافت كده على وش المية والمية شفافة، اعرفي ان دي زبدة مغشوشة او مش زبدة طبيعية. اما لو لقيت المية اتعكرت كده وبقت كأنها مخلوطة بنسبة خفيفة من اللبن، اعرفي ان دي زبدة فلاحي اصلية. تمام. تعالوا بقى هنا لما نبدأ نسيح الزبدة. جبت حلتين كده علشان طبعا أنا هسيح الزبدة البقري لوحدها والزبدة الجاموسي لوحدها. بولع على الحلل الأول لحد ما تسخن كويس، وبعد كده ببدأ أنزل بالزبدة. بسيب الزبدة بقى مع التقليب المستمر على نار عالية أول 10 دقايق، يعني بمجرد الزبدة ما تبدأ تفك كده خالص هبدأ بقى أهدي النار. وطبعا تاخدوا بالكم علشان الزبدة بتفور، يعني لازم تكوني متواجدة كده وواقفة جنبها طول ما هي موجودة على النار. هنا طبعا زي ما قلت لكم النار عالية، بس ببدأ أقلب فيها لحد ما تبدأ تفك. باقي كمان معايا علامة هسيبها لكم في آخر الفيديو، وكمان هسيبكم تكتشفوها معايا واحنا بنسيح الزبدة. هتبين لكم قد ايه الزبدة دي زبدة طبيعية ما فيهاش أي غش. طبعا في زبدة بيكون فيها نسبة مية كتيرة فبتاخد وقت طويل قوي على النار، يعني بتفضل تغلي معاكم ممكن ساعة أو ساعتين لحد كل كمية المية ما تبدأ تتبخر منها. وده طبعا بيقلل من كمية السمنة اللي موجودة. عايزة أقول لكم كمان إن الزبدة بمجرد ما بتعمل رغوة كده على الوش، ابدأي بقى هدي عليها النار، وبرضو ابدأي قلبي فيها باستمرار علشان خاطر لا قدر الله ما تتحرقش منك. كمان الزبدة لازم تتسيح بطريقة صحيحة علشان السمنة بعد كده لما تقعد معاكي سنة طعمها وريحتها ما يغيرش. ساعات الناس تشتكي وتقول السمنة بعد وقت قليل بدأت تمرر أو بدأ ريحتها تغير. ده علشان انتي ما سيحتهاش كويس. لازم السمنة تستوي وتاخد درجة التسوية المظبوطة، وكل ده هقولهولك طبعا في نهاية الفيديو. تعالوا بقى هنا كده في نص التسوية هنبدأ ننزل في كل حلة بنص معلقة صغيرة من الملح. تمام. ما نكترش في الملح، طبعا الملح بيعتبر مادة حافظة، بس ما نكترش منه علشان ما يأثرش على طعم المرتة. هنا بقى كده الزبدة بتاعتنا بعد ما اتسيحت وتحولت لسمنة،
بصوا بقى دي كده التسوية المظبوطة. اعرف ازاي ان السمنة بتاعتي استويت بنسبة 100%؟ لما الاقي بقى المرتة بدأت تاخد اللون البني الفاتح ده. اول لما تاخد اللون البني الفاتح ببدأ اطفي عليها. طبعا لسه اللون ده هيبدأ يغمق درجة او درجتين مع درجة الحرارة اللي موجودة في السمنة. هطفي بقى النار وهسيبها تهدى كده لمدة 5 دقايق بس، علشان خاطر ابدأ افضيها في البرطمانات. طبعا بنفضيها في برطمانات ازاز. لازم البرطمانات تكون مغسولة كويس وناشفة ومتعقمة. بعقمها ازاي؟ بولع فرن البوتاجاز لمدة 10 دقايق، وببدأ أطفيه وبدخل البرطمانات وبكفيها على وشها، يعني وش البرطمان بيكون لتحت. بكده بتكون البرطمانات بتاعتي اتعقمت. ببدأ اخد البرطمانات وهي سخنة كده مخرجاها من الفرن، وابدأ اعبي فيها السمنة على طول. ببدأ بقى افضي السمنة بتاعتي. طبعا دي كده السمنة الجاموسي. بصوا بقى مفيش مرتة، طبعا كمية المرتة قليلة جدا، يعني عايزة اقول لكم حاجة لا تذكر. وده بيدل على ان الزبدة زبدة طبيعية ما فيهاش اي غش، يعني مش مخلوطة باي حاجة. كمية المرتة بتبين لكم ان الزبدة دي زبدة اصلية. بصوا بقى كده، دي كده السمنة الجاموس اللي عبناها، ودي كده السمنة البقري او السمنة الصفراء. هبدأ اعبيها برضو في البرطمانات، وهنشوف برضو مع بعض كمية المرتة اللي طلعت قد ايه. المفروض كمان كنت وزنت السمنة علشان اعرفكم ال5 كيلو زبدة صفولي قد ايه سمنة. بس بالتقريب كده خسوا حوالي كيلو. هو البرطمان الكبير ده وزنه كيلو، والبرطمانات الصغيرة بتاخد 700 جرام. يعني ممكن ال5 كيلو زبدة يكونوا صفوا معانا 4 كيلو سمنة، يعني نقصوا كيلو. بصوا بقى هنا برضو كمية المرتة قليلة جدا. دي كده كل كمية المرتة يا جماعة اللي طلعت من ال5 كيلو زبدة. طبعا السمنة دي اللي هنعمل منها الكحك بتاع العيد، كل سنة وانتوا طيبين. بصوا كمان ما شاء الله الحلة ما اتحرقتش ولونها طالع اكتر من تحفة. بصوا كمان درجة المرتة غمقت عن ما كنا طافيين عليها. وطبعا السمنة مستوية بنسبة 100%. تعالوا بقى كده بعد ما سيبنا السمنة، انا سبتها كده على الرخامة من بالليل لتاني يوم الصبح. لقيتها بقى اتجمدت كده طبعا من غير ما ندخلها تلاجة ولا حاجة. نشوف بقى الترميلة بتاعت السمنة. ترميلة السمنة يا جماعة بجد دليل على نجاحها. الترميلة واللون بتاع السمنة وكمان ريحتها وطعمها كده حاجة بجد اللهم بارك. الحقوا بقى هاتوا الزبدة في الوقت ده وسيحوها، وكل سنة وانتوا طيبين وبألف صحة وبألف خير. هسيب لكم كمان في صندوق الوصف قائمة كاملة لكل أنواع الجبن اللي عملناها على القناة. كمان ازاي تحولي القشطة لزبدة. كل ده هسيبه لكم في صندوق الوصف، وكمان في أول تعليق مثبت. بس كده ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. ما تنسوش لايك وشير كتير للفيديو، وكمان اشتراك في القناة. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.